السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أرقى متابعي قناة طاقة الأبراج. أهلا وسهلا بيكم، منوريني مشرفيني. النهاردة حبايبي هنعمل قراءة ليك يا برج العقرب، قراءة بعنوان تحركاته الحالية الآن. قراءتك إن شاء الله هتكون بتاريخ 9/1/2026. أتمنى قراءة في حضراتكم وتمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة ومفيدة. وقبل ما نبتدي نصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الغيب إلا الله، وهذا توقعات وليس إلا. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. أصحاب برج العقرب، نسمي بسم الله ونبتدي نشوف طقطق اليوم يا برج العقرب، ونشوف الشخص ده تحركاته الحالية إيه وبيفكر في إيه. في نهاية القراءة هناخد رسالة عاطفية منه، نشوف عايز يقولك ايه. اتمنى لك السعادة والتوفيق اصحاب برج العقرب. برج العقرب هنا بقى شايف فيه طاقة حد عنده حركة محسوبة جدا، محسوبة بالملي، بس مش بطيئة. دي حركة فيها ترقب اكتر ما فيها اندفاع. كأن الشخص ده ماشي خطوة قدام وهو عينه على اللي وراه. الشخصين دول ظهرهم لينا، ماشي خطوة لقدام وكأن عينه على اللي وراه، مش علشان خايف، لكن علشان مش عايز يتفاجئ بحد تاني. الطاقة بتقول إن الشخص ده تحركاته دلوقتي مبنية على تقييم مستمر. تقييم مستمر. كل حركة ليها سبب وكل وقفة ليها معنى عنده. الطاقة بتوضح إن في مسافة بينه وبين العالم، بس المسافة دي مش انسحاب، دي تمركز. هو موجود وبيتحرك وبيعمل حاجة، لكن مش سايب نفسه مكشوف. تحركاته فيها ستر. هنا الشخص ده مدينا ظهره. تحركاته فيها ستر، فيها تحفظ، كأنه حاطط حدود واضحة بينه وبين أي حد ممكن يقرب له أكتر من اللازم. كمان في طاقة معايا بتقول إنه بيروح أماكن مرتبطة بالمسؤوليات أو الالتزامات، مش أماكن راحة. تحركاته شكلها واجب أكتر من إنها رغبة. تحركاته شكلها واجب أكتر ما هي رغبة، وده مخليه باين حاد ساكت، ومش سهل حد يفهم هو راح فين فعليا. الطاقة بتشير إن في كذا مسار قدامه، لكنه محتار يمشي في واحد بس والباقي يسيبه احتياطي. كمان الطاقة بتطلع معايا بإحساس إنه بيراقب بعين حادة بس من بعيد. يعني ممكن يبقى ظاهر للناس بس نواياه وتحركاته الحقيقية مستخبية، وده بيخلي اللي حواليه حاسين إنه غامض أو صعب يتقرا. تحركاته دلوقتي هدفها الأساسي حماية نفسه فقط ومكسبها، مش فتح جبهات جديدة. واضح الكلام؟ واضح. طب الشخص ده أحواله النفسية والعاطفية دلوقتي إيه يا أبطال؟
الشخص ده نفسيا ظاهر معايا بطاقة تقيلة بس ثابتة، طاقة مش تعبانة ولا منهارة، لكن شايلة حمل كبير. وفي إحساس بالمسؤولية زيادة عن اللزوم، كأن الشخص ده شايل نفسه وشايل غيره في نفس الوقت يا برج العقرب، وده مخليه دايما في وضع استعداد حتى وهو هادي. أما عاطفيا الطاقة بتقول إن في مشاعر موجودة بس محكومة بعقل صارم، مشاعر مترقبة متقاسة، كأنه سامح لقلبه يحس بس مش سامح له إنه يتحكم. حس بس ما تتحكمش. ده مش برود، ده خوف من التكرار ومن الخسارة ومن إنه يدي زيادة عن طاقته. كمان في إحساس داخلي بالامتلاك، مش امتلاك أشخاص لكن امتلاك وضع أو مكانة أو إحساس بالأمان. الطاقة بتوضح إن أي حاجة بتهدد الإحساس ده بتخليه يقفل فورا، وده اللي مخليه عاطفيا صعب الوصول ليه دلوقتي يا برج العقرب، صعب الوصول ليه. الشخص ده فاهم نفسه وعارف هو محتاج إيه، بس مش مستعد يشارك ده مع حد، في صمت داخلي. مش صمت هروب، ده صمت قوة، كأنه بيجمع نفسه قبل مرحلة جديدة. هو مش ندمان ومش مشتاق بشكل عاطفي ضعيف، هو مشتاق لكن من موقع سيطرة مش احتياج. أما عن أحواله النفسية والعاطفية دلوقتي بتقول إن الشخص ده في مرحلة تثبيت مش مرحلة تغيير، وأي محاولة أو أي حد هيحاول يهزه دلوقتي هيقابل جدار في وشه. أهو جدار في وشه، مش هتشوفه هو، لأن الكروت كلها لاحظ معايا ده مدينا ظهره وده مدينا ظهره وده مدينا ظهره ودول مدينا ظهرهم وده مدينا ظهره. مم. اي حد هيخترق هيلاقي جدار، لكن اللي يستنى ممكن يشوف باب يتفتح في الوقت الصح. في الوقت ايه؟ في الوقت الصح. طب قول لي يا قبطان، تصرفاته الجاية القريبة بناء عن الطاقة اللي قدامك الحالية. الطاقة بتقول ان تصرفاته الجاية مش هتكون مباشرة ومش واضحة، ومش هتبقى على شكل خطوة صريحة، بالعكس اللي جاي كله هيكون تحضير في الخفاء أكتر ما هو ظاهر فعليا. هو حاليا في مرحلة بيحسب فيها كل حاجة قبل ما يعملها يا برج العقرب، كأن عنده إحساس إن أي حركة غلط ممكن تكلفه كتير، فبيختار إنه يقعد في مكانه ويحرك الأمور بعقله مش برجله. الطاقة مدية إحساس كمان مراقبة صامتة. الشخص ده بيراقب من بعيد، بيتابع التفاصيل الصغيرة، بيشوف مين ثابت ومين بيتغير ومين ممكن يعتمد عليه ومين لأ. تصرفاته الجاية يا برج العقرب فيها صبر تقيل، صبر شخص مش مستعجل بس في نفس الوقت مش نايم. هو صاحي ومركز واخد باله من كل حاجة وكل تفصيلة. كمان الطاقة بتشير إن أقرب تصرف ليه هو السكوت الواعي، وده سكوت مش هروب، ده سكوت جمع معلومات، كأنه بيجهز نفسه لقرار واحد كبير بدل اللف في ألف حركة صغيرة ملهاش قيمة.
اما لو في تواصل هيبقى محسوب جدا، هيكون رسالة بسيطة او سؤال خفيف او حاجة يختبر بيها المياه. الطاقة كمان بتوضح ان في رغبة في السيطرة على الموقف، بس السيطرة دي هنا عقلية مش فعلية. يعني هو عايز يحس انه فاهم الصورة كاملة قبل ما يتحرك، وده اللي مخلي تصرفاته دلوقتي بطيئة وذكية، ما فيهاش اندفاع وما فيهاش خطوة فجائية، بل كل حاجة جاية منه هتبقى على مهلها، وكأن الزمن نفسه ماشي على إيقاعه هو. تصرفاته القريبة بتقول إن في مراقبة وتقييم لوضع وانتظار، مش لأنه مفيش رغبة عنده ليك، لأ، لكن لأن الشخص ده بطبعه لما بيقرر يتحرك بيتحرك مرة واحدة وبقوة، وهو بقى ما وصلش للحظة دي. طب قول لي يا أبطال، إيه إيه وضعه الحالي؟ أو هل وضعه الحالي ده هيكون مؤقت ولا مستمر؟ وليه؟ الوضع الحالي هنا مستمر مؤقتا، يعني ثابت دلوقتي لكن مش أبدي. الطاقة بتقول إن الحالة اللي هو فيها مرتبطة بحمل نفسي قديم، حاجة شايلها من فترة، قرار اتأخر، أو مواجهة هو هرب منها، والحمل ده هو اللي مثبت حالته. الاستمرار بقى هنا سببه إنه مش لاقي الدافع الكافي إنه يغير، مش لأنه مفيش فرصة، لا، لكن لأن الخوف من النتيجة أكبر من الرغبة في المحاولة نفسها. الطاقة بتطلع إحساس شخص قاعد على أطلال قرارات قديمة، وكل ما يفكر يقوم أو يقف أو يقاوم يفتكر وجع سابق فبيرجع يقعد تاني. اللي ممكن بقى يغير الوضع ده هو حاجة واحدة، إحساس إن الانتظار بقى أخطر من الحركة. ساعتها بس هيتحرك، لأن الطاقة بتقول إنه هيتحول من شخص ثابت لشخص حاسم. وحاسم جدا. لكن لو الظروف بقى فضلت زي ما هي من غير ضغط ومن غير خسارة واضحة ومن غير مواجهة تجبره إن هو يختار، الحالة دي هتفضل مكملة شوية كمان. هو محتاج صدمة وعي مش صدمة وجع، صدمة تخليه يشوف إن الوقت بيتسرق منه أو بيسرق منه كمان حاجة مهمة. طاقة بتقول إن التغيير جاي، بس مش دلوقتي حالا. التغيير مربوط بلحظة إدراك، لحظة يقول فيها كفاية كده، ولحد اللحظة دي ما تيجي وضعه الحالي هيكون ثابت وتقيل وهادي من بره، لكن من جواه في غليان بيكبر. تمام. طب نشوف الشخص ده بيقول لك ايه يا برج العقرب. بيقول لك انا عاوزك تكون سعيد حتى لو ده كان من غير وجودي في حياتك. الكلام ده كلام كبير وتقيل، اوعى تتخلى عنه. الشخص ده ما بيجيش بالعافية. ودي كانت قراءتك اليوم يا برج العقرب، اتمنى لك السعادة والهنا على طول الدوام. انتظروني حبايبي في فيديو اخر اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.